السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيفوز على مازيمبي بثلاثية دون رد، ولكن أداء مش أفضل حاجة. المهم الحمد لله طبعا إن الأهلي فاز بالمباراة وصعد للنهائي. الأهلي عمال يحطم في أرقام كبيرة جدا وكتيرة جدا. الأهلي لعب مع كولر 20 مباراة متتالية في دوري الأبطال، ما خسرش ولا مباراة. كولر بيكسر رقم مانويل جوزيه اللي فاز مع الاهلي في دوري الابطال في 19 مباراه متتاليه. وعلى فكره الترجي التونسي اللي هيقابلنا في النهائي ان شاء الله عمل الرقم ده 3 مرات. 20 مباراه متتاليه لم يخسرها نادي الترجي، عملها 3 مرات. الرقم الثاني الاهلي بيصعد للمره ال 17 لنهائي دوري ابطال افريقيا في تاريخه، منهم 5 مرات على التوالي، وده رقم مهم جدا. الرقم الثالث الاهلي اقوى خط هجوم في البطوله ب 12 هدف، واقوى خط دفاع في البطوله واستقبل هدف واحد. وان شاء الله لو خدنا البطوله ال 12 هيكون رقم مهم جدا، وهنبعد قوي عن اقرب منافسينا في حصد اللقب. اما بالنسبه للارقام الفرديه للاعيبه، مصطفى شوبير لم تهتز شباكه في 7 مباريات متتاليه. مصطفى شوبير عنده 28 تصدي خلال البطوله. بصراحه يا جماعه مصطفى شوبير حارس عنده ثقه في نفسه تفوق الخيال. المنافسة هتكون صعبة جدا بعد رجوع محمد الشناوي. نروح لأكرم توفيق. أكرم لعب مباراة النهاردة ممتازة، ونقدر نقول بعد المباراة دي إن أكرم رجع لمستواه، ولو إنه خضنا لما وقع ومسك رجله. أكرم النهاردة شال كرة من على الخط كانت السبب في الفوز والصعود للنهائي. النهارده ربنا كلل مجهوده الحمد لله بهدف، وربنا يوفقك يا أكرم. انت لاعب محترم وملتزم وكل الجماهير بتحبك. واتنين النهارده عملوا مباراة اكتر من رائعة غير اكرم طبعا. احمد نبيل كوكا وعلي معلول. احمد نبيل كوكا وعلي معلول. صراحة يا جماعة علي معلول لاعب كبير جدا جدا، 35 سنة وصنع هدفين، وهو فعلا هو اسرع دليفري في مصر. معلول عمل كروس لوسام ابو علي احرز منه الهدف الثاني، يدرس في كتب. الاهلي يصطدم بالترجي التونسي في النهائي بعد فوزه على صن داونز الجنوب افريقي. طبعا هيلعب في القاهره الاول، والنهائي هيكون في تونس ان شاء الله. بس عاوز اقول ان الترجي بيعرف يتعامل مع النهائيات، لان بصراحه النهارده الاهلي ما كانش احسن حاجه، لكن الحمد لله على المكسب. بينسي السلبيات وبينسي كل حاجه ما كانتش حلوه. النهارده كولر لعب بالسوليه واكرم وكوكا، كان ممكن يلعب باتنين ارتكاز ويلعب قدامهم بقفشه. والنهارده السوليه كان واضح جدا انه مجهد، لانه تعب في المباراه اللي كانت هناك في الكونغو. لكن هي وجهات نظر، لكن انا كنت متوقع التشكيل، والحمد لله كولر ما عملش غير تغييره واحده من اللي انا توقعته وقلته، هو عدم مشاركه قفشه. هي دي التغييره الوحيده اللي عملها. لكن الحمد لله على المكسب، وان شاء الله نتوج بالبطوله ال 12، وكل التوفيق لاعظم نادي في الكون. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.